ويا صباح ومساء الخير بتوقيتكم، أخباركم إن شاء الله تمام. إن شاء الله ما انقطعت عليكم فترة طويلة، هو بس يوم أخذت فيه راحة ورتبت كذا أفكاري. أشكركم من كل قلبي على تفاعلكم الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله أوعدكم بفلوقات قادمة جميلة. وخلاص صرنا أصحاب، وتعرفون طقوسي بالبداية. جهزت لي بانكيك وكوب قهوة أروق عليها وأشوف باقي اليوم. وكانت عندنا رحلة تسوق بالسوبر ماركت، مين يحب هالفقرة؟ فقلت لازم أوريكم أكثر المنتجات اللي تجذبني. عندكم كريمة الخفق مرة مضبوطة وتمسك معاكم بسرعة. عندكم بعد هذه الصوصات حلوة للحلا للقهوة الباردة. عندكم الشيرة هذه ما استغني عنها، سهلة وسريعة وتوفر علي وقت كل مرة أسوي فيها شيرة. عندكم هذه المعلبات مرة حلوة، سواء للتشيز. عندكم شركة الكيك هذه لذيذة صراحة. وبعد هذا مرة حلو على جالكسي وإس كريم، ولا أفضل مطاعم تقدمه لك. وهذه أفضل شركتين معتمدتها للبانكيك للوافل للكريب، مرة لذيذة. أحب أستخدم هذا النوع من الطحين دائما بالكيكات والحلا. عندكم هذا الطحين عادي أسوي به المعجنات والخبز. وبعد من الصوصات اللي ما أستغني عنها بالسلطة، أو مثلا تكون تغميسة مع المعجنات، هذه مرة لذيذة أبدا ما تنقطع من عندي. كل مرة أحتاجها ألقاها، خصوصا هذه الصلصة الفرنسية تضيفونها مباشرة على أي نوع من السلطات. عندكم هذا الصوص مرة خطير مع الباستا، أحب دائم أضيفه. عندكم بعد هذه أنا سبق ومجربتها، بعد لذيذة وأنصح فيها. عندكم السكر بني فاتح رطب، لازم وضروري في الكوكيز، في كيكة التمر، كيكة الجزر. يعني هذه أفضل الشركات اللي جربتها. عندكم زبدة اللوتس اللي بالكرانشي، هذه خطيرة ونادرا ألقاها أخذ منها كمية، يجيكم فيها مقطع البسكوت. وهذه الكريمية السادة برضو أعشق زبدة الفول السوداني، هذه اللي يجي فيها الفول السوداني واضح وخشن. وبعد هذه الشركة معتمدتها للأسماك، لفيليه السمك أو حتى للروبيان. وأيضا هذه الشركة زيت الزيتون نمبر 1 عندي، خطيرة صراحة. جربت كذا شركات بس تفوز هذه. مرة حلو هذه السمبوسة من الكبير، وأيضا كمان السمبوسة الهندية اللي تجيكم محشية بالخضار. وهذا المنقذ وقت الجوع. وهذه من الفطاير المعتمدة عندي المجمدة، حلوة كذا سهلة وسريعة، وما تحسونها زبدة أو زيت زايد. طبعا وأكثر شيء أنسأل عنه القهوة اللي أشربها، أحب هذه الشركات. برضو في شركة بس ما لقيت لها منتج. وبرضو هذا المشروب مرة لذيذ وموزون. الرز هذا معتمدته لجميع أنواع الكبسات، سهل وسريع، وهذا أحبه دائما مع الإيدام الهندي أو الأكل الهندي بشكل عام. فرزنة الثوم مرة سهلة وسريعة، وفرت علي وقت وجهد في كل طبخة. ما أحمل هم الثوم أقشره وأفرمه، أطلع جاهز من الفريزر. حتى أخذت الثوم مكسور جاهز،
أضفت عليه زيت زيتون وملح، طبعا على حسب الكمية اللي عندك، وفرمته بهذه الفرامة رهيبة من أديسون من السيف جاليري، وفيها درجات من الفرم، يعني تقدرون تتحكمون بالدرجة. كذا تمام، ما هو مفروم بالمرة، وشوي فيه قطع ثوم باينة وخشنة علشان تحافظ على النكهة. هنا وقتها الأجواء كانت خرافية وما فوتت بصراحة، ضبط لي كذا كشتة متواضعة، ورحنا على أقرب حديقة. بعد كذا رجعنا البيت وحضرت صينية الخضار. هذه بالصينية أضفت مكعبات من البطاطس والباذنجان، وعليهم حمسة دجاج. سووا بالطريقة اللي تحبونها ومعتمدة عندكم. هنا الصوص مرة سهل وفي نفس الوقت لذيذ، قشطة وجبنة سايلة وطحينة ورشة ملح وفلفل أسود. وعلى الوجه جبنة مبشورة وشريحة ليمون وبقدونس. وهنا جهزت الصينية وحضرت صحون التقديم، وسويت بعد سلطة الزبادي، أضفت على الوجه السماق. وبعد سويت رز أبيض، أحب هذه الصواني أكلها أكثر شيء مع الرز الأبيض، فما أحب أكثر من الخبز. وكانت يمي ولذيذة. إذا حابين أطبق هذه الوصفات من خلال الفلوج اكتبوا لي بالكومنتات، واللي وصل معاي لهذه النقطة لا تقصرون بالكومنت واللايك والشير. طبعا هذه أقصى مرحلة ممكن يوصلها الفرن تبعي والمطبخ، فقلت هالمرة بأشارككم طريقة تنظيفي للفرن. دائما أنسأل في البرامج الثانية شلون أحافظ عليه جديد، وهو كمل معايا تقريبا 8 سنوات. بداية ما أحب أراكم الدهون، خصوصا الدهون الصعبة، ما أخليها تطول. الوساخة العادية اللي بالاستخدام اليوم ممكن أخليها يومين 3 على حسب وقتي، ولكن الدهون الصعبة أبدا ما أخرها، بوقتها أنظفها. دائما تشوفون بعد العزايم أسوي مرحلة تنظيف عميقة. وعلشان أحافظ على الفرن وعلى العيون تبقى كأنها جديدة، أستخدم بيكربونات الصودا هذه اللي خاصة بالتنظيف والخل الطبيعي. أضفت على العيون شوية بيكربونات الصودا وخل طبيعي وموية حارة، وأتركهم تقريبا ربع ساعة. وبعد إذا تشتكين من انسداد في العيون أو ضعف في النار، تقدرين تطبقين هذه الطريقة، تضيفين شوي من بيكربونات الصودا وشوي من الخل الطبيعي. وتتركينهم 5 دقائق يتفاعلون مع بعض. بعد كذا أضفت بخاخ خاص بالأفران. انتبهوا، مو أي بخاخ يناسب الستيل، فدائما اختاروا البخاخات
اللي تناسب الستيل. طبعا وقتها كمان فركتها بالفرشة، وهذا البخاخ المعتمد عندي خيال حتى للدهون الصعبة. تبخون منه شوي وتخلونه 5 دقايق، وبعد كذا بالإسفنجة العادية تبدون تشطفون الفرن. أنا أبدا ما أحب أستخدم السلك مباشرة على الفرن، لأن الفرن ما يحتاج، ومع البخاخات هذه اللي تزيل لكم الدهون بدقايق ما يحتاج تستخدمونه، فبس بيسبب لكم تشققات في سطح الفرن. فعشان كذا الإسفنجة توفي بالغرض. وبعد مررت الإسفنجة على العيون مثل ما تشوفون. وكل وحدة إذا عندها طريقة خاصة بتنظيف الفرن، جربت منتجات، شاركونا في الكومنتات، خلونا ناخذ من بعض المعلومات. وبما أن عندي سطح المطبخ لونه أبيض، فبعد يحتاج تنظيف بشكل دائم، وأيضا له بخاخات مناسبة ترجعه نظيف. طبعا أخذت يدي بالمرة على كل شيء. بالمناديل المخصصة للمطبخ أو بفوطة اللي يريحك. بديت أمسح، وبعد كذا أكرر المسح بس بموية علشان أشيل أي بقايا للصابون. وشوفوا كيف يفرق معاكم. الفرن أول شيء أحب أسحب الموية الزايدة منه، بعد كذا أمسحه تماما. وكيف يكون معاك كذا يلمع ويبرق، ما يكون مهبش. دائما بعد ما أشطفه بالصابون وأمسحه تماما أحب أرش شوية موية عشان أشيل أي بقايا وما يكون باهت. فشوفوا كيف يرجع لي اللمعة. آخر شيء أحب أستخدم ملمع القزاز، هذا مرة يفرق، يخليه لأطول فترة ممكنة محافظ على اللمعان والبريق. شوفوا هنا، وهذا بعد ما خلصنا. مثل ما قلت لكم، إذا عندكم طريقة أو طرق خاصة لا تبخلون علينا وشاركونا بالكومنتات. الله يسعدكم. الحين بديت أرجع العيون بمكانها، ولازم أشطفها تماما ما يكون فيها موية. شوفوا النتيجة، ايش رايكم؟ رجع جديد ولا لا؟ جربوا الطريقة هذه وشاركونا بالكومنتات. أنا دائما يدي في المطبخ، يعني مو بس هذه المرة، أنا كل مرة أستخدمه يدي دائما في المطبخ أسوي له تنظيف عميق. طبعا بالمنتجات هذه بس رجعنا كل شيء يبرق وجديد. والحين قاعدة أختبر معاكم عيون الفرن، وشوفوا كيف قوتها رجعت مثل قبل. وأكيد ما نوصل لهالفقرة بدون بخور، فحبيت أبخر بالمستكة، وختامها مسك، وختام بعد فلقنا اليوم. لا تنسوني بنات، الله يسعدكم، الكومنت واللايك والشير، والقاكم بفلقات جاية.